السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هعمل معاكم طبق المسقعة المعتاد بالطريقة التقليدية. أتمنى إنه يعجبكم. قبل ما أبدأ الفيديو يا حبايبي، اللي يعجبه الفيديو ما ينسانيش بلايك وشير، واللي أول مرة يشوف قناتي فضلا ليس أمرا يعمل لي اشتراك. شكرا لكم يا حبايبي. اول حاجة هنبدأ بها يا جماعة، هنجيب صينية كده ونحط فيها قيمة 3-4 معالق زيت. هنسيبهم لما يقدحوا معانا قيمة 4 فصوص توم. هنبدأ ان احنا نشوحهم كده ونديهم اللون الذهبي الخفيف. بعد كده هننزل ب4 طماطمات مخرطينهم صغير كده. طبعا يا جماعة احلى حاجة للمسقعة ان انت تخرطي الطماطم صغير كده، ما تضربهاش في الخلاط، تبقى مدياك الطعم الاصلي بتاعها بطريقة زمان. هنبدأ ان احنا نسبك الطماطم بتاعتنا ونبدأ نملحها، نحط الحدق المظبوط بتاعها، نحط قيمة معلقة صغيرة كده ملح ومعلقة شطة بودر. لو عندك قرن فلفل حامي كده احط مثلا حتة منه، وطبعا الخطوة دي حسب الرغبة، واللي مش حبيبها ما يعملهاش. تبدأ الطماطم تتشوح معانا قرنين فلفل يا حبايبي برضو مخرطينهم قطع صغيرة كده. هنبدأ ان احنا نشوحهم مع الطماطم لما يتبالوا معانا. صلوا على النبي يا حبايب قلبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنغطيها شوية كده يا جماعة، كان عدى وقت عشان تتسبك معانا. طبعا طبق المسقعة ده يا جماعة بطريقة أمهاتنا، بالطريقة البدائية اللي احنا اللي أمهاتنا بيعملوا بيها، بس بصراحة بتبقى روعة. حطينا معلقة بابريكا، معلقة كزبرة ناعمة، معلقة يا جماعة من الصغيرة اللي هي بتاعت التوابل، طبعا بتعتبر نص معلقة الشاي، معلقة كمون ناعم برضو. طبعا التوابل دي بتدينا ليها طعم جميل وريحة جميلة. طبعا طبق المسقعة دي حاجة جميلة كده جنب الأكل، بيفتح النفس ما شاء الله. معانا يا جماعة البدنجان، طبعا احنا عايزينه بالطريقة الصحية، مش هنقلي البدنجان عشان ما يشربش معانا زيت كتير. احنا شاويين البدنجان في الفرن وبعدين قشرناه وقطعناه حتت صغيرة كده يا جماعة. نبدأ ننزل بالبدنجان بتاعنا. افضل طريقة للمسقعة اللي هو البدنجان اللي بيبقى مشوي ده. هننزل بالبدنجان ونبدأ نقلبه مع الطماطم والفلفل كده بعد ما تسبك شوية. اذكروا الله يا حبايب قلبي، لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنسيبها بقى شوية يا جماعة. طبعا في الوقت ده هتبدأ ان احنا نزود الملح برضو، بنزوده تدريجي كده عشان الحاجة بتاعتنا تبقى مظبوطة في الملح. ما اقولكوش يا جماعة كانت ريحتها روعة في الوقت ده. هنحط قيمة معلقتين 2 خل، من الخل الأبيض، وعصرة ليمونة عشان تبقى المسقعة بتاعتنا كده فيها مزازة وتبقى جميلة. اللي حابب يزود شطة عن ما انا حطيت يا جماعة، طبعا الشطة بتدي طعم جميل قوي، بتبقى مشطشطة خفيفة كده، بتدي طعم حلو قوي للمسقعة بتاعتنا. في الوقت ده يا جماعة بقول لكم ان احنا طفينا البوتاجاز. نبدأ ان احنا نغرف الطبق بتاعنا يا حبايبي. بسم الله ما شاء الله، روعة. طبق خفيف بسيط ابسط ما يكون، وحاجة كده تبقى جميلة على اكلنا، تفتح النفس ما شاء الله. ده الشكل النهائي للطبق بتاعنا يا حبايبي. اتمنى انه يعجبكم النهارده، واللي يعجبه الفيديو ما ينسانيش بلايك وشير واشتراك للقناة. شكرا لكم يا حبايب قلبي على دعمكم لي. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.